ابني اللي عنده 17 سنة هيبقى أب، والمصيبة لما عرفت هو هيبقى أب من مين. اسمعوا حكايتي للنهاية وساعدوني، وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في الكومنتات. أنا متجوزة من 20 سنة، جوزي بيشتغل في بلد عربي وبينزل لنا مرة بس في السنة، شهر واحد بس، ومخلفة منه 3. ابني الكبير اللي عنده 17 سنة، وبنتي اللي عندها 8 سنين، وابن تاني عنده 14 سنة. طبعا مش محتاجة ان انا اقول لكم ان انا بتعب قد ايه قوي او تعبت معاهم ازاي في تربيتهم. طبعا انا اللي كنت بقوم بكل حاجة، انا كنت الام والاب، انا اللي كنت باخد بالي من مذاكرتهم ومن دروسهم ومن الرياضة اللي بيلعبوها ومن كل حاجة. ما قصرتش معاهم ابدا في تربيتي ولا عملت اي حاجة اقل من اي ام، بالعكس كنت باخد بالي منهم جدا وبعمل كل اللي عليا وزيادة. حتى ابوهم نفسه كان بيعترف لي بحاجة زي كده وبيشكرني دايما على حاجة زي كده. طبعا انا ابني الكبير ده هو اصلا من النوع اللي مغلبني وواجع قلبي على طول بسبب المذاكرة، لكن في الفترة الاخيرة ابتديت الاحظ عليه عادات جديدة وغريبة ما كانش بيعملها قبل كده. بدأ ان هو دايما يقعد لوحده في الأوضة وقافل على نفسه، يا اما بيتكلم في التليفون، ما بقاش يقعد معانا خالص زي الاول، ولا يتكلم معايا ولا مع اخواته ولا بيقعد يهزر معانا. استغربت جدا وبقيت اساله واقول له هو انت في ايه حكايتك بالظبط؟ انت ايه، حبيت حد ولا ايه، ولا عرفت حد كده وفي حاجه كده؟ قال لي لا والله يا ماما ابدا، لا خالص. ليه يعني؟ عادي اهو شويه كده، اهو بقعد مع نفسي بقرا بذاكر. وفضل يقول لي اي حاجه وانا ما فيش اي حاجه منهم داخله دماغي، لان انا عارفه ابني كويس. ده المدرسين دايما بيشتكوا لي منه، وساعات يكلموني يقولوا لي ان هو ما جاش الدرس وما بيجيش، مع ان المفروض ان هو بيبقى رايح الدرس وانا ببقى عارفه حاجه زي كده. ودي طبعا الحاجه الجديده اللي دلوقتي على طول نازل الدرس ولا المدرس يقول لي ابنك ما يجيش. استنيت في مره كده لما نزل، وبعد ما رجع قلت له كنت فين؟ قال لي كنت في الدرس يا ماما. قلت له انت كذاب، انا اتكلمت مع المدرس وقال لي ان انت ما جيتش الحصه بتاعت النهارده. قال لي صراحة يا ماما أنا ما كنتش عايزة أضايقك، بصراحة يا ماما في مشكلة حصلت في الشارع واتخانقت وما رضيتش إن أنا أخوفك ولا أقلقك عليا. وأنا طبعا صدقته واطمنت عليه، والمهم يا حبيبي إن أنت بخير وعادي، وعدى الموضوع. لكن في يوم وانا واقفه كنت بنشر في البلكونه، لقيته داخل عليا وبيقول لي يلا يا ماما انا نازل عشان عندي درس وعايز الفلوس بتاعه الدرس. اديت له الفلوس ونزل، وانا وقفت عشان اكمل النشر في البلكونه وببص عليه ومستنيه ان هو يعدي من قدامي. لكن الغريب ان ابني ما نزلش، ما خرجش من بوابه العماره. قاعده عماله ابص يمين وشمال، ما فيش اي حد وما خرجش من العماره. الله، هو ابني راح فين؟ طب يكون طلع فوق السطح مثلا؟ اكيد طلع فوق السطح يشرب سجاير من ورايا ولا حاجه. قمت اخده بعضي ورحت طالعه فوق السطح، ما لقيتهوش. الله، امال هو راح فين؟ امال هو نزل ازاي؟ وبقيت نازله بقدم رجل وباخر رجل اقول يمكن اسمع صوته ولا حاجه، وما لقيتهوش خالص. طب راح فين؟ ده ما خرجش من البيت. فضلت مستنياه لحد ما رجع بعدها ب3 ساعات وسالته، قلت له هو انت كنت فين؟ قال لي كنت في الدرس يا ماما. ما حسيتش بنفسي الا وانا بزقه على الكنبه وبضربه بالقلم وبقول له انت كذاب، انت ما كنتش في الدرس، انت نازل من العماره على اساس هتروح الدرس، لكن انت ما خرجتش من العماره اصلا. ده انا فضلت واقفه ومستنياك تخرج من بوابه، ما خرجتش من البيت. قول لي كنت فين احسن لك. ولقيته قاعد يزعق ويقول انت بتكلميني كده ليه؟ مش للدرجه دي، كفايه الاسلوب ده معايا، انا كبرت وبقيت راجل، انا مش صغير. وبعد كده تملكت اعصابي شويه، لان برضك اخته الصغيره كانت واقفه، ما رضيتش ان انا احرجه قدامها اكتر من كده، وعملت نفسي ان انا خلاص ان الموضوع عدى، وان معلش يا ابني يمكن انا اللي ما خدتش بالي، واتاسفت له كمان ان انا ضربته قدامها علشان الموضوع بس يهدى بالنسبه له وينساه. واستنيت في الوقت التاني اللي هيجي يروح في الدرس اشوف ساعتها هو هيروح فين. وفعلا جه اليوم اللي هو نازل فيه الدرس، بيقول لي يا ماما انا رايح الدرس. قلت له ماشي يا حبيبي في حفظ الله، يلا ربنا معاك. واول ما نزل فضلت واقفه ورا الباب وببص من عين السحريه علشان اشوف هو هيطلع على السلالم ولا هينزل على السلالم. لكن الغريب واللي صدمني ان انا لقيته واقف قدام الباب وعمال يتلفت ويبص حواليه، وفجاه لقيت باب الشقه اللي جنبنا بتاع جارتنا هو اللي بيتفتح وهو دخل عندها. قلت الله، دخل عندها ليه ده؟
بالمناسبة الست دي جارتنا وساكنة بقالها عندنا بتاع 6 شهور، وهي مطلقة وعايشة لوحدها، ولا عمرنا شفنا راجل داخل عندها ولا أي حاجة، وبيني وبينها سلام ربنا وبس، أكتر من كده لأ، بحكم الجار للجار مش أكتر. لكن هو عندها بيعمل ايه؟ بقيت عماله اضرب كف على كف، وقلت لا، انا لازم ادخل اشوف في ايه وايه اللي بيحصل من ورايا بالظبط. وخبطت فعلا عليها جامد لحد ما فتحت الباب، وفتحت لي وانا لاقيها لابسه لبس البيت، لبس ما ينفعش يتلبس قدام حد. فبدخل لقيت ابني قاعد على الكنبه، بقول لها ابني بيعمل ايه عندك هنا؟ بتقول لي ادخلي بس اتفضلي، ده بيت ابنك. قلت لها بيت ابني؟ بيت ابني يعني ايه؟ بتقول لي بس اتفضلي بس وانا هحكي لك. ابنك ده يبقى جوزي وانا مرات ابنك. فضلت متنحه ومش مصدقه اللي هي بتقوله ومش مستوعباه. بقول لها ابني انا؟ انتي مراته؟ ابني انا اتجوز ازاي؟ انتي مراته؟ ودخلت له وقعدت امسكه من هدومه واقول له الست دي بتقول ايه؟ انت اتجننت في مخك؟ اتجوزتي دي؟ اهدي بس اهدي حضرتك، انا هفهمك كل حاجه. بصي انا بصراحه انا مطلقه فعلا، وانا ما بحبش الرجاله خالص، وقلت ان انا مش هتجوز تاني ابدا، لكن انا عايزه ابقى بأم. جوزي اللي قبله ما كانش بيخلف واتطلقت منه، وعرفت ان العيب كان منه، لكن انا خلاص قررت ان اخلف، ومش عايزه اتجوز راجل يفضل عايش معايا على طول ولا يتحكم فيا ولا يديني اوامر. وما لقيتش بصراحه احسن من ابنك، لاني حسيت ان هو صغير وسهل التفاهم معاه، واقنعته واتفقت معاه اتفاق حلو قوي ان احنا هنتجوز، وان انا اخلف، وان انا هاخد البيبي وما يبقاش باسمه ويطلقني وينساني وانساه، ومش عايزه منكم اي حاجه، انا هاخد ابني وامشي. وابنك وافق على كده، وبعد كده ابنك ما شاء الله بقى راجل. قلت لها راجل؟ راجل ايه؟ ده لسه كان بيلعب في الشارع من كام يوم. ابن انا اللي عنده 17 سنه تتجوزيه وتضحكي عليه؟ انت استغليتي ان ابني عيل صغير، وانت شوفي قد ايه والفرق ما بينك وما بينه ايه، وهتقولي للناس ايه؟ ده انا هفضحك، ده انا هلم عليكي العماره كلها دلوقتي واقول لهم انت بتعملي ايه. قالت لي اعملي اللي انت عايزاه، كده كده انا متجوزاه عرفي والورقه معايا، ما بعملش حاجه غلط، مش هيهمني، مش هينوبك غير الفضيحه والشوشره، وانت حره، انا كده كده مسيري همشي من البيت ده خالص. ولقيتها بتتكلم بمنتهى البرود ومنتهى البجاحه في نفس الوقت، وابني كمان بيدافع عنها ويقول لي بس يا امي انا متفق معاها على كل حاجه، والست دي مراتي وانا عايش معاها، ما عملتش حاجه تغضب ربنا، ومفيش حد ليه عندنا حاجه. ما حسيتش بنفسي غير ان انا بسحبه برضك من هدومه وبخرجه بره الشقه. يقول لي يا امي ده بيتي، ده بيتي، انا هقعد هنا دلوقتي، روحي انت خشي الشقه انا هاجي اتكلم معاكي. قلت له والله ما انت قاعد فيها. وقمت سحباها على الشقه وكملت في الشقه هاتك يا ضرب. بقول له انت تعمل فيا كده؟ دي اخرة تربيتي، ده اخرة تعبي، تشمت فيا الناس. عملت فيك ايه؟ تروح تتجوز واحده قد امك وانت في السن ده؟ ده انت مش عارف، ده انت لسه بتاخد المصروف مني، ده انت نفسك محتاج تربيه، عايز تخلف وتربي؟ بيرد عليا بمنتهى البجاحه ويقول لي هي حامل فعلا، انا مش لسه هخلف. قلت له نعم كمان حامل؟ قال لي ايوه يا امي، ما احنا اتفقنا على كده وحكيلك. قلت له مستحيل، مستحيل الموضوع ده اللي انت بتتكلم فيه يتم، انت صدقتها؟ انت هبل، انت صدقت كلامها؟ طب استنى بس كده اول لما تولد، وهي والله لا هتربك بالحق والمستحق وترفع عليك قضيه وتقول لك انت ملزم بيه وانت ملزم بمصاريفه، هتعمل ايه بقى ساعتها يا بيه وانت لسه عيل صغير ولسه في ثانويه عامه؟ قول لي هتعمل ايه ساعتها؟ لقيته بيقول لي دي حياتي وانا حر فيها، وانا لما بشتكي لك ابقى ساعتها قولي اي حاجه. وانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه ولا عارفه اتصرف ازاي. اكلم ابوه واقول له، ولا اقول له باي وش هيحملني انا المسؤوليه؟ وانا والله ما قصرت معاهم في اي حاجه، ولا قصرت في تربيته، دي حاجه خارجه عن ارادتي وخارجه عن ايدي، كله بسبب الشيطانه اللي سكنت جنبنا دي. مش عارفه اعمل ايه، الحقه ازاي واتصرف ازاي بعد ما كمان ما اتجوزها وحامل منه؟ قولوا لي بالله عليكم اعمل ايه واتصرف ازاي. ودي كانت مشكله النهارده اللي بجد صعبه جدا. ما تنساش رايك مهم جدا لصاحبه المشكله في الكومنت، وما تنساش تحط اللايك بتاعك الجميل. اعمل لي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد انا بنزله، واشوفكم على خير في حكايه جديده وقصه جديده في قصص وحكايات ورده احمد ان شاء الله. باي باي.